دي كليتنا، كلية صيدلة، مجتمع صغير متكامل. كل فرد فينا بيمثل فكرة أو اتجاه مختلفين عن بعض في كل حاجة. كل واحد فينا بياخد طريق عشان يلاقي في نهاية الطريق ده سعادته. كتير مننا سعادته دي بتكون مؤقتة، لحظة من العمر وهتعدي، وهياخد طريق تاني وطريق تالت عشان يلاقي السعادة بتاعته. لكن الطريق الوحيد اللي بتلاقي فيه سعادتك في الدنيا والآخرة هو طريق القرآن. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقرآننا مش بس كتاب، قرآننا منهج حياة نعيش بيه وبأحكامه. قرآننا طريق للسعادة. بس ما ينفعش نبقى عايزين نعيش بالقرآن واحنا أصلا ما بنقراهوش. أصل هي خطوات. أول خطوة هي قراءته، بعد كده تدبره وتعلمه، بعد كده العمل بيه. يعني الأساس كله في قراءته. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني عرفنا الطريق وعرفنا إن نهايته كمان سعادة. طيب ناقص إيه؟ ما عندكش وقت؟ من بيت لسكشنك لمحاضراتك وبالليل خروجاتك، فعلا مفيش وقت. طيب تعالى نشوف الحل. لو كنت من أصحاب البنش الأول فبين المحاضرات في وقت اقرأ. أما بقى لو كنت من هواة الكورسات فمفيش دكتور جه في ميعاده، يعني في وقت اقرأ. بعد كل صلاة استنى دقيقتين، دقيقتين بس واقرأ. في الشارع بقى وانت مروح حط الهاند فري واسمع. أما بقى لو كنت زيك زي ملايين من الشعب المصري بيقضي وقت فراغه وتأملاته في المواصلات، في وقت اقرأ. وانت بتشوف الفيسبوك قبل ما تنام ما تنساش تفتح الابليكيشن اللي جنبه وتقرأ. أخيرا أنا قررت أدخل مدرج وأتكلم شوية كده عن طريق السعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلنا أو معظمنا كبني آدمين بنحاول بطريقة أو بأخرى اللي إحنا نعيش عليه، اللي إحنا نعمل كل حاجة في حياتنا بحيث إن إحنا نبقى فرحانين. كتير اللي بيدور على المال عشان يكسب السعادة ديت، كتير اللي بيدور على إن هو يبقى عنده أولاد، بيوصل لجاه، بيوصل كل دوت عشان يحقق معنى معين وهو اللي يعيش في دنيته فرحان أو سعيد. على الرغم إن ربنا سبحانه وتعالى لما جه وصف السعادة الدنيوية وفي الآخرة وصفها بحاجة واحدة، قال لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون الدنيا كلها. والقرآن الكريم كان ليه تأثير في نفوس الصحابة، تأثير عميق. ما كانش مجرد قرآن يتلى بعد كده احطه وامشي، او احطه على تابلو العربيه، او احطه على الرافع او خالص. ربنا تعالى يقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها
القرآن الكريم في حياتك المعنى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع سيدنا عبد الله بن مسعود فقال له الرسول اطلع عليه القرآن. قال يا رسول الله أوقف عليك وعليك أنزل؟ أنا هقرأ عليك القرآن وهو أصلا عليك أنزل؟ فقرأ سيدنا قال صلى الله عليه وسلم محب أن إيه؟ أن أسمعه من غيره. فتلا سيدنا عبد الله المطلوب الأوائل سورة الإنسان يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى أن وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الرسول يبكي بكاء شديدا. يبكي إلى أن رئيته سلت تماما. هو ده تأثير القرآن. هو دوت الغرض من ان انت تعيش حياتك بالقرآن. ان يكون القرآن هو قبلتك في كل حاجة. قبلتك في حياتك كلها. في ناس بتقرأ القرآن ربنا بارك فيه. ولكن المعنى اللي احنا عايزين نوصل له ان انا لما افتح القرآن عشان اقرأ فيه مش هتوقف عن القراءة الا لما يوصل معنى لقلبي. اول ما احس ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبني في الايه دي بالذات ساعتها ابقى اجيب لك تفسير من القران النهارده وداوم بكره وداوم بعد. بلاش الهدف لا تحرك به لسانك لتعلم به. ان علينا جمعه الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.